هذه الإطلاقات الساخنة تسلقت السماء لا للقتل ولكن لتقبل الأثير، احتفالا بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم. ومع تحفظ البعض على وسيلة التعبير هذه، إلا أنها كانت مناسبة كشفت عن مشاعر موحدة لدى العراقيين جميعا بمختلف مشاربهم. الولد كفى ووفى إن شاء الله، وهذا الفوز مستحق، يعني حتى فوز مستحق حتى على السياسة إن شاء الله، وهذا الفوز يعني يعطي دعم للشعب العراقي. ومن المفارقة أن تكون الإطلاقة أداة القتل وسيلة للتعبير عن الحب، والمفارقة الأكبر أن الفريق العراقي ربما يضم نسيجا متنوعا لمكونات الشارع العراقي، إلا أن تفاني اللاعبين لمنح العراقيين الفرحة جعل الجميع يتفق على تمثيلهم لوطنهم والرضا بهم، وهذا ما عجزت السياسة عن توحيده. يجب أن يتعظوا وأن يأخذوا العبرة السياسيون العراقيون من المنتخب العراقي الذي نقدم له كل التهنئة وكل المحبة، لأنه استطاع فعلا أن يقدم نموذجا متميزا لوحدة العراقيين، وأن يجمع العراقيين على هذه الفرحة العامة لكل أبناء شعبنا. الشعب العراقي الذي أنهكته السنين ولم يبلغ حد التلقائية في التعبير عن مشاعره الوطنية الحقيقية، منحه منتخب العراق هذه الفرصة. ومع التعبئة الشعبية والدعاية الانتخابية التي تملأ الشوارع لكسب صوت الناخب العراقي، فإن ما صنعه منتخب كرة القدم يستدعي وقفة تأمل من جميع السياسيين. هذا يستدعي أكثر من وقفة تأمل، هذا يستدعي الانتباه إلى أن هذه الحقيقة الأبعد من الأعمال السياسية اليومية وأبعد من المناورات السياسية. فعلا هو هذا الشعور لوحدة العراقيين، يعني احنا ممكن يعني يخلينا هذا الانتصار الرياضي نفكر بأنه احنا ممكن نحقق انتصارات مختلفة على أصعدة عديدة، وممكن من خلال هالانتصارات أيضا نجمع شعبنا ونوحده. الهدف الذي سجله المنتخب العراقي في مبارياته أمس اعتبره البعض برنامجا سياسيا وحد مشاعر العراقيين وقادهم نحو مساحة من الفرح يحتاجونها، الأمر الذي يستدعي وقفة تأمل من كافة المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لملامسة معاناتهم. فلاح الذهبي، الحرة، بغداد.